لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. شيرين عبد الوهاب تنهار بالبكاء في حفل ضخم. انهارت الفنانة شيرين عبد الوهاب بالبكاء خلال حفلها الغنائي الذي أقيم بالكويت مساء أمس الجمعة. أعلنت تأثرت بشدة من كلمات أغنية كده يا قلبي، وتم تداول مقطع الفيديو لها وهي تبكي، ثم انسحبت بعيدا عن الميكروفون وحاولت الرجوع لاستئناف الغناء، ولكنها لم تتمكن وسط عاصفة من دمع الحضور في الحفل. شيرين عبد الوهاب أعادت أجواء ليلة الدموع في حفلها الذي أقيم مساء أمس ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر، حيث حرصت على تقديم أغانيها رومانسية مثل مشاعر بالمشاركة مع الجمهور، وبدأت بحالة معنوية مرتفعة، ولكن فوجئ الجميع بانهيارها ودخولها في نوبة بكاء بعد تقديم المقطع الأول من أغنية كده يا قلبي التي قدمتها لأول مرة ضمن حدثها مسلسل طريق. شيرين عبد الوهاب منعها البكاء من مواصلة الغناء، ووصل بها الأمر إنها تركت المايك وتراجعت للخلف وهي في حالة من البكاء، وبعد ثواني حاولت العودة لاستئناف الأغنية، خاصة أن الجمهور عوض غيابها بترديد كلمات الأغنية مع الفرقة الموسيقية، ولكن تراجعت شيرين مرة أخرى وتوقفت تماما عن الغناء وسط تصفيق الجمهور لتعود مرة ثانية وتقدم للحضور التحية.